في مسؤولين في وزارة النفط استلموا سيارات ونحن في هذا الجحيم. بعض المسؤولين لديهم من 5-6 سيارات سلمت، يستلم من الوزارة سيارة ومن المؤسسة الفلانية سيارة ومن المؤسسة الفلانية سيارة، ومرتب من هذه المؤسسة ومرتب من هذه المصلحة ومرتب من هذه الشركة. هذا جنون، هذا عبث. عطف المحرمات حرام. على الأقل عاد احنا في هذا الوضع السيء نخجل من الله عز وجل ومن الناس. أما الذي عاد واقع في الفساد والسرقة والبلد بتنهار، فأعتقد أن هؤلاء تحل عليهم لعنة الله والناس أجمعين. الناس يموتون جوعا وبعض مسؤولينا يعبثون في مؤسسات الدولة. قطاع النفط فيه عبث كبير. الشركات يعطى لها عشرات الملايين تحت مسميات كاذبة. أنا أتمنى أن يقدم الإخوة في الحكومة تقريرا وافيا وواضحا عن قطاع النفط. قطاع النفط كل واحد إيده له هذه الأيام، لا أحد يحاسب أحد، كل واحد يعبث بالطريقة التي تعجبه. نريد أن نرى يعني فيما يتعلق بهذه القضايا أمور واضحة ودقيقة، ولا نريد أن نجامل بعضنا. في السلك الدبلوماسي بلد ينهار لا يجد المرتبات للجيش، وأعداد السلك الدبلوماسي بالمئات. من أردنا أن يعالج وضعه أرسلوه ملحق، مساعد ملحق. اخترعت أسماء ومسميات مخجلة عشان يحسنوا وضعه. طيب بلد في بلدان غنية ومستقرة ألغت سفاراتها من عندنا وعملوا سفير غير مقيم، وإحنا بلد منهار ما لقيناش المصاريف للبلد وعاملين سفارات في كل الدول. بعض السفارات وصل العدد إلى أكثر من 80 دبلوماسي. إيش بيعملوا هذول 80 الدبلوماسي؟ وحينما تأتي تسأل عنهم في هذه الدولة التي نتحدث الناس عنها لا تجدهم، وحينما يذهب المواطنين إلى السفارة يغلق الأبواب في وجوههم. طيب وليش 80 الدبلوماسي؟ على أي؟ فقط لأنهم أبناء فلان، أو لأنهم أصحاب فلان، أو لأننا نريد أن نحسن أوضاعهم. يجب أن تكون واحدة من أولويات برنامج الحكومة والموازنة تقليص أعداد الدبلوماسيين إلى الحد الذي فقط يكفي لتسيير العمل. أما إذا قارنا أداءهم بأعدادهم فلا وجه للمقارنة. السفارات نائمة والإنقلابيين يشتغلون بمنظماتهم أكثر من بعض السفارات حقنا. إذن ما الفائدة من بقاء هؤلاء؟ ينبغي أن واحدة من التوصيات تقليص عدد الدبلوماسيين والعاملين في السفارات، وإلغاء وإقفال بعض السفارات في بعض الدول التي ليس لنا فيها تمثيل. بالله عليكم بعض الدول فيها ملحق صحي وهي لا تستقبل مرضى، وملحق تجاري وليس بيننا وبينهم تبادل تجاري ولا بدولة، وملحق عسكري وما فيش معانا مشكلة عسكرية ولا بيتدربوا عسكر عندهم، فقط لأنه فلان نريد نعمل له منصب نسيره هناك يرتاح عشان ندي له فلوس. كلام غير منطقي وينبغي أن يعاد النظر. وكلما حدثنا الأخوة في الحكومة كل واحد يشتكي لك. اليوم هي مسؤوليتكم، لم يعد هناك أي مانع يمنعكم. أما قطاع الخدمات فنريد أن نرى في الموازنة وفي برنامج الحكومة حل لمشكلة الخدمات الرديئة، وعلى رأس هذه الخدمات الكهرباء. وفي مقدمة هذه المدن هذه المدينة الباسلة التاريخية عدن التي تعاني الويلات طوال السنوات الماضية. لا يعقل أننا نظل في نفس الدوامة، لا يعقل يا إخوة أننا سنوات ولم نحل مشكلة الكهرباء. نحن جئنا إلى عدن بعد سنين وسطمنا حقيقة أنا وزملائي من مستوى التردي في الخدمات والوضع البائس الذي يعيشه أنا في عدن. نتمنى من الحكومة أن تضع لعدن اعتبارها الخاص، وأن تضع لها الموازنة الخاصة لتحسين خدمات الكهرباء والمياه وتحسين الجانب الأمني، لأنها قلب اليمن اليوم وعاصمته المؤقتة. وكذلك بقية المحافظات هناك مشكلة في الكهرباء.